إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، الأمراء الذين يحكمون المسلمين، وهؤلاء الأمراء من المسلمين يكونوا مسلمين. والعلماء هم علماء السنة، علماء السلفيين. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني معرفة قدر العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم أهل البدع والأهواء، وتصدير من ليس أهلا، وتصدير من ليس أهلا للتصدر. وقال ابن سيرين رحمه الله وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا الأمر دين والعلم كذلك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما وقعت الفتنة أخذنا ما نعلم وتركنا ما لا نعرف، أو كما قال رضي الله عنهما. يعني قبل الفتنة كانوا يقبلون ممن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد الفتنة فيأخذون حديث أهل السنة ويتركون حديث أهل البدع. وأهل البدع والأهواء وأهل الضلال قطاع طريق، وإن تظاهروا بنصرة الدين لكنهم يدسون بدعهم ويدعون الناس إلى مخالفة الكتاب والسنة. لذلك يجب أن يتحرى المسلم في الأشخاص الذين يتكلمون في أمر الدين والعلم والدعوة، فلا يسمع ولا يستمع ولا يدعو الناس إلى الاستماع إلا
لمن عرف بصلاحه واستقامته على منهج السلف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، في رواية: من غشنا فليس منا. فالذي يزكي أهل البدع ويدل الناس على أهل البدع ولا يبين حال أهل البدع مع قدرته على ذلك وتعينه عليه، فهو غشاش وهو خائن للأمانة. إذن فالواجب هو الرجوع في مسائل العلم لأهل العلم، والبعد عن أهل الأهواء والبدع. كيف إذا كان هذا الداعية أو المدرس قد تجاوز البدعة المفسقة إلى البدعة المكفرة التي يخرج بها عن ملة الإسلام؟ هذا الرجل الذي هو محور حديثنا هذه الليلة يسمى صلاح الدين أبو عرفة، وهو يدرس في المسجد الأقصى، والذي يراه شكلا يظن أنه من أهل الاستقامة، فإذا سمع كلامه وليس عنده علم اغتر بكلامه. لذلك وجب الرجوع إلى أهل العلم لبيان حاله. ومما يبين حاله ما يقرره في دروسه وما هو عليه في ذلك البلد، فهو كما يقال زعيم أو أمير جماعة أنصار القرآن الذين هم يسمون بالقرآنيين، والذين لا يعتمدون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة اليوم بدعوى أنها محرفة ولا يعرف صحيحها من سقيمها، فهم يعتمدون في التفسير وفي العبادات والمعاملات وغيرها على القرآن فقط، وهذا مسلك باطني خبيث، حتى يفسروا القرآن بأهوائهم ولا يفسروه بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف الصالح. فالرجل لا يعتبر تفسير السلف شيئا، ويستهزئ بكلام المفسرين ويسخر بهم في مواطن عديدة من أشرطته. فالرجل عقلاني من جماعة الذين يسمون بالقرآنيين، الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة الموجودة مع زعمه الإيمان بالسنة، لكنه ينكر السنة الموجودة لزعمه التحريف والوضع فيها، وكلامه هذا باطل مخالف للكتاب والسنة، لأن القرآن أمر بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا والسمع والطاعة له. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس هذا خطابا للصحابة رضي الله عنهم فقط، بل خطاب للأمة. فإذا كانت السنة مفقودة
فقد عطل العمل بالقرآن الكريم في مواطن عديدة، فهو مكذب حينئذ للقرآن والسنة. وأوجه الإبطال لدعواه هذه كثيرة، لكن يكفي أنه عطل القرآن عن العمل به، لأن الناس اليوم لا يستطيعون أن يطبقوا قول الله تعالى وأطيعوا الرسول، لأن أبا عرفة وأمثاله يزعمون أن السنة الصحيحة لا توجد فلا يعتمد عليها. فهذا من إفكهم وبهتانهم. فالرجل من الجماعة الإلحادية الباطنية التي تسمى بالقرآنيين، ولم يكتفي بأن يسلك مسلك القرآنيين حتى تأثر بفرقتين باطنيتين مشهورتين بالكفر والإلحاد. الطائفة الأولى القاديانية، الذين يزعمون نبوة غلام ميرزا القدياني، أحمد غلام ميرزا القدياني، فله من الموافقات والتأصيلات والاختيارات في تفسير القرآن كما عليه القاديانية. الفرقة الثانية التي تأثر بها البهائية، وعمل بقولهم فيما يسمى بالتفسير العددي للقرآن رقم 19، فيجمع ويطرح ويضرب ويقسم كما يحلو له ليخرج من هذه الأرقام تفسيرا معينا يخترعه من عند نفسه. ولأدلل على بعض ما في كلام أبي عرفة من موافقة القرآنيين والقاديانية ثم البهائية، أقول قال صلاح أبو عرفة في تفسير النبي الأمي: تعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إننا أو إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، وعمل بيديه مرتين يعني 30، وهكذا وأشار بيديه أيضا 3 مرات وانقص إصبعا يعني 29. وهذا الحديث الصحيح. ماذا يقول أبو عرفة وماذا يقول القرآنيون أصحابه وماذا يقول القاديانية؟ صلاح أبو عرفة يقول في شريط من أشرطته: الأمي ليس الذي لا يتلو ولا يكتب، بل هي أعظم سمات الرسول النبي محمد التي لا تنبغي لغيره، يعني الوحيد في الأمة أمي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيش معنى الأمي؟ يقول ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب. ثم إن قال قائل إن الأمية كانت آيته التي تثبت نبوته، قلنا هذا أبو عرفة يقول في شريطه: إن هذا مردود جملة وتفصيلا، فما آمن به أحد قط يوم بعث لأجل أنه لا يتلو كتابا ولا يكتبه،
ولا دعا هو أحدا للإيمان به بأنني الذي لا أتلو ولا أخط، إذ الذين دعاهم جميعا مثله لا يتلون ولا يكتبون، فبما يفوق الأميين. هذا كلام أبو عرفة، وهذا الكلام الذي قاله كفر بالله، لأن الله وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية وفسرها لا نحسب ولا نكتب. والآية في كونه أميا أي لم يخترع القرآن، بل هو وحي من الله، فلم يقرأه في كتب الأولين ولم يكتبه بيمينه نسخا من كتاب آخر كما ادعى عليه بعض المشركين. هذا شيء لم يفهمه صلاح أبو عرفة. هذا الكلام الذي قاله صلاح أبو عرفة قد قاله القاديانيون في موقعهم سؤال عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما سمي بالنبي الأمي. قال القاديانيون: يخطئ كثير من الناس فهم معنى النبي الأمي، ويظنون أن المقصود الذي لا يقرأ ولا يكتب، مع أنه لقب عظيم شامل لجوانب كثيرة. منها أنا أذكر باختصار الآن: أمي نسبة إلى الأمم من غير بني إسرائيل، ثم قالوا نسبة إلى مكة اسمها أم القرى، ثم قالوا النسبة إلى الأم وهي الفطرة. وكل هذا إلحاد في دين الله وكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام نفسه قاله القرآنيون في موقعهم في النبي الأمي، أنه يقرأ ويكتب، ليس لأجل أنه لا يقرأ ولا يكتب، قالوا لأجل أنه نسبة إلى الأمة. لذلك بارك الله فيكم صلاح أبو عرفة يستفيد ويأخذ من الباطنية والملاحدة، يعني المحرفين للقرآن. أعطيكم مثالا آخر لموافقته للبهائية. استخدم صلاح أبو عرفة في التفسير العددي للقرآن، استخرج منه أن الأمريكان سيغرقون عام 1424، حدد التاريخ والشهر بحساب العدد القرآني أن الجيش الأمريكي سيغرق عام 1424، فلم يغرق، وهذا كهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا من ادعاء علم الغيب ومن موافقة البهائية الذين يستدلون بالتفسير العدد بالقرآن على صدق القرآن وصدق الأحداث. صلاح أبو عرفة عنده أفكار خيالية، وعنده أكاذيب لم يقلها حتى القاديانية والبهائية، فقد زاد في الكذب والافتراء. ماذا يقول؟ يقول إن سليمان عليه السلام كان عنده مفاعلات ذرية نووية، يعني سليمان كان عنده اختراع القنبلة النووية من قبل 4000 سنة من الآن. فسر قول الله تعالى: وقدور الراسيات أنها مفاعلات نووية، وهذا التفسير لم يقل به أحد من العقلاء، حتى الرافضة الكذبة الفجرة ما استطاعوا أن يخترعوا هذا. كذلك فسر قول الله تعالى:
تأكل من سأته، يعني أن الأرض أكلت عصا سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المنسأ العصا. صلاح أبو عرفة فسر المنسأ بأنها آلة الزمن، يعني يستطيع سليمان عليه السلام أن يدخل إلى الزمن المستقبل وأن يعود إلى الزمن الماضي. وزعم أبو عرفة أن الأنبياء كان عندهم هذه القدرة، يعني بوابات زمنية. يعني ممكن وأنتم في جزر البهاما يا فيصل وأنتم جالسون يأتيكم نبي الله نوح يزوركم في المسجد عن طريق فتحة زمنية، أو ربما يأتيكم الدجال من المستقبل لما يخرج يزوركم في المسجد عن طريق أفكار صلاح أبو عرفة. من خرافاته في باب دخول الزمن يقول صلاح أبو عرفة بأشرطة مكتوب ومنشور وموجود، يقول إن مريم بنت عمران التي هي أم عيسى عليه السلام هي أخت موسى ابن عمران الذي ولد قبلها ب2000 سنة، أخوها لأبيها. يقول مريم بنت عمران أخت موسى وهارون الذي كان في عصر فرعون. كيف هذا؟ قال إن عمران دخل عبر فتحة زمنية وانتقل من عصره إلى عصر عيسى، إلى عصر مريم، وتزوج أمها وأنجب مريم. بل زعم أن الخضر الذي لقيه موسى ليس هو الخضر اسم نبي، ولكنه والده عمران. فزعم أن عمران والد موسى هو الخضر وهو والد مريم بنت عمران. كيف هذا وبين موسى وعيسى 2000 سنة؟ يقول عبر دخول الزمن، فتحة زمنية. كذلك يقول صلاح أبو عرفة إن نوحا عليه السلام جاء بالسفينة من المستقبل، يعني سفينة نوح لم يصنعها نوح عليه السلام، يكذب القرآن. يقول هذه السفينة دخل نوح في الزمن وجاء بها من المستقبل لأنها تفوق سرعة الضوء وهي ضخمة وعندها مفاعلات نووية وعندها أشياء عجيبة. كذلك يقول إن الماضين كان عندهم هذه المفاعلات النووية وعندهم أشياء بسرعة الضوء وخرافات عجيبة يفتريها هذا المخرف صلاح أبو عرفة. يعني الآن موسى عليه السلام في عصر فرعون، أبوه موسى اسمه عمران، موسى بن عمران، وموسى له أخو اسمه هارون وكان نبيا معه. بعدين موسى عليه السلام مات وهارون مات قبل أن يموت موسى، بعدين مات موسى. بعدين جاء الأنبياء ورسل وكذا. بعد 2000 سنة امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فولدت مريم. من أبو مريم؟ هي زوجة عمران برضو اسمه عمران، فجعل عمران أبو مريم هو نفس عمران أبو موسى لتشابه الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في تفسير قول الله تعالى يا أخت هارون أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فهذا موافقة في الأسماء.
أبو عرفة جعل عمران نفسه عاش 2000 سنة، بس كيف؟ ما عاش هذه السنة الطويلة، دخل عبر فتحة زمنية، انتقل من عصره إلى عصر عيسى. الحين خليك مع موسى. أول شيء موسى نبي الله موسى اللي أنزل عليه التوراة اسمه إيش؟ وعجائب هذا الرجل كثيرة، وتفسيره الباطني للقرآن متنوع. من ذلك أنه زعم أن ذا القرنين الذي جاء بعد عيسى عليه السلام هو نفسه سليمان عليه السلام. ذو القرنين رجل مختلف عن سليمان، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك. صلاح أبو عرفة يقول سليمان عليه السلام هو نفسه ذو القرنين بفلسفة وتحريف. من بلايا صلاح أبو عرفة أنه يقول لا يجوز أن نقول هناك صفات لله، فقط نقول أسماء لله. يقول مجرد أن تقول أن الله له صفات هذه شتيمة لله. هكذا يقول الصفات شتيمة لله، ومجرد أن تعبد الله بالصفات فهي شتيمة لله، يعني سب. ويقول مجرد أن تقول أن الله وصف المؤمنين أو وصف الجنة فأنت شتمت الله. ويقول عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما قال لله الصفات العليا قال فإنه شتم الله وكذب الله وكذب على الله. هكذا يقول هذا صلاح أبو عرفة. ثم قال الصفات من أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صلاح أبو عرفة الدجال الملحد. الصفات الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، يعني يصفونه بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كما في صحيح البخاري جاء له برجل يقرأ في كل ركعة قل هو الله واحد، فسأله لماذا؟ قال لأنها صفة الرحمن. فلذلك لا يقال إن الذي يثبت لله الصفات شتم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وهذا موجود في لغة العرب أن سليمان عليه السلام هو ذو القرنين أيضا، مع أنهما رجلان في كتاب الله، سليمان نبي وذو القرنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري كان نبيا أو لا، يجعلهما شخصا واحدا. وكذلك يقول ينكر أن الله سبحانه وتعالى له صفات، بل يقول من يثبت لله الصفات فقد سب الله. يقول بالحرف الواحد إن من جاء وعبد الله بالأسماء والصفات فهو مبتدع مبدل محدث، ولو شفتوها بالكتاب ولو على الفضائيات ولو قالها رجل معه 100 شهادة دكتوراه. هكذا يقول صلاح أبو عرفة. ويقول مجرد أن تقول إن الله وصف المؤمنين أو وصف الجنة فأنت شتمت الله. ويقول الصفات شتيمة لله، ومجرد أن تعبد الله بالصفات فهي شتيمة لله، فهي شتيمة لله. ولما ذكر كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الله له الصفات العليا قال فإنه، يعني الشيخ ابن عثيمين شتم الله شعر أم لم يشعر وكذب على الله. هكذا يزعم صلاح أبو عرفة مفتريا.
وقال إن الصفات من أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو كذاب محرف للكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون، يعني أهل الباطل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل يكرر في كل ركعة قل الله أحد، لماذا؟ فقال لأنها صفة الرحمن، فلم ينكر عليه ذلك بل أثنى عليه وقال إن الله يحبك. فجعل الحق باطلا هذا الرجل الكذاب صلاح أبو عرفة، وجعله شتيمة، وهو في هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، مكذب للقرآن، والله أعلم. والثاني سليمان عليه السلام النبي، هو يجعل سليمان نفس ذو القرنين، يجعل سليمان هو نفس ذو القرنين، انتقل عبر الفتحة الزمنية، بوابة زمنية، هم شخص واحد. ذو القرنين لقب اسم حركي لسليمان، هكذا قال اسم حركي. كذلك من بلاياه زعمه أن أصحاب الأعراف أعلى أهل الجنة منزلة، وهذا خلاف ما عليه الحديث الصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وقد غفر الله لهم وعفى عنهم، فليسوا هم أعلى الناس منزلة. المقصود أن صلاح أبو عرفة هذا الرجل كثير الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفتري، وعنده تخاليط وكلام بالخيال وبالعقل المجرد البعيد عن منهج السلف، وعنده استهزاء بكلام السلف وكلام أهل العلم. فالواجب الحذر من هذا الرجل المبطل وعدم الاستماع له والبراءة منه، لأن عنده كفريات. وبهذا القدر من بيان حاله أكتفي، والله تعالى أعلم. قبل هذا هو سأل عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق هو ضوء ينتشر في الأفق من جهة الشرق، ضوء أبيض يسير يكون على امتداد الأفق. ما هو الأفق؟ أي ما بين الشمال والجنوب من جهة الشرق، يعني يلتفت فيصل في البهامة إلى المشرق جهة الشرق. فالفجر الصادق يكون الضوء موجودا على امتداد الأفق يمينا ويسارا جهة الشرق. أما الفجر الكاذب الذي يكون قبل هذا يكون ضوء جهة الشرق ليس ممتدا على الأفق، وإنما ممتدا لأعلى، فيأتي إلى قريب وسط السماء من الشرق، يرتفع فوق، يعني مثل خط مستقيم طالع فوق، ليس شرقا وغربا على امتداد الأفق. الفجر الكاذب يكون مثل انفجار شيء أبيض في جهة المشرق، في وسط المشرق، مرتفع فوق إلى السماء، كأنه انفجار ضوء. هذا فجر كاذب، مثل ذنب السرحان، يعني ذنب الذئب، وذنب الذئب له شعر وصوف منتشر، لكنه كخط مستقيم إلى الأعلى. أما الفجر الصادق يكون ضوء على امتداد الأفق جهة الشرق، كل الشرق، ليس مرتفعا إلى وسط السماء. هذا الكلام وهو حديث عائشة وحديث غير عائشة، عدة أحاديث أنه كانوا ينصرفون من الصلاة ولا يعرف أحدنا جليسه من الغلس يعني الظلمة، من الغلس يعني الظلمة. فهذا معناه أنهم يصلون الصبح
في وقت مبكر، في وقت مبكر. هذا حديث ماذا؟ عائشة يصلي الصبح رضي الله عنها فينصرف نساء المؤمنين متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. الحديث هذا يعني أن الضوء لم يصل إلى مستوى ينير بيوت الناس بحيث يعرف بعضهم بعضا. الضوء الذي يخرج بالفجر يكون يسيرا. الفجر الصادق لما يخرج الضوء من جهة المشرق كله ليس من نقطة معينة وإنما ممتد في الأفق، يكون ضوءه يرى بعيدا لا يصل إلينا بعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مبكرا بحيث أن الضوء لم ينتشر بعد في أعلى السماء بحيث يصل إلى بيوت أهل المدينة فيرى بعضهم بعضا. وأنتم ترون الفجر منذ أن يطلع الفجر إلى أن تشرق الشمس ممكن ساعة وربع، أليس كذلك؟ هذه الساعة وربع لما يطلع الفجر الرؤية للبيوت ليس مثل بعد ساعة لما يسفر الضوء ويظهر البيوت. فإن طلوع الفجر، طلوع الضوء، ضوء الصبح، يكون بالتدرج، يبدأ يسيرا خافتا ثم يعلو يعلو يعلو، لأن الشمس تتحرك تمشي في الطلوع، فالضوء يأتي شيئا فشيئا حتى ينتشر في الأفق. فلما ينتشر قبل طلوع الشمس يرى الإنسان كل شيء. طيب يا أبا سيف، هل قرأت مقال صلاح أبو عرفة الذي فيه أن الجيش الأمريكي سيغرق عام 1424؟ هذا الرجل صلاح أبو عرفة كتب مقالا في موقع موجود في النت اسمه المشكاه عام 2001. عام 2001 ذكر فيه هذا الأمر، وجاء عام 2004 ولم يغرق الجيش الأمريكي. تجد هذا الكلام مكتوب وكتبه صلاح أبو عرفة نفسه، ليس بالصوت، بالكتابة. صلاح أبو عرفة له موقع اسمه أسرار القرآن، فيه كفر وإلحاد في كتاب الله. أنت تقول يا أبا سيف أن صلاح أبو عرفة يحتج بالحديث. أنا ما قلت لك إنه ما يذكر أحاديث، هو يذكر أحاديث، لكن لا يذكر الأحاديث على الاحتجاج بها لأنها حجة، لكن لأنها توافق ما يقول. والدليل على ذلك أنه في أحاديث صحيحة صريحة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يعني لا يقرأ من كتاب ولا يكتب بيده. هو لا يؤمن بهذا الحديث. لماذا؟ جاء بتفسير للآية من عنده وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال. فلو كان يؤمن بالحديث كيف يقول قولا والحديث الصحيح في البخاري ومسلم ماثل أمامه؟ ليس هذا في مثال واحد ولا مثالين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا 10 ولا 20. إذا كان الرجل يؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يترك الحديث ويحتج بعقله؟
مع صراحة الحديث. ثم إن الرجل هو أمير، ليس شخصا عاديا، أمير جماعة القرآن اسمها، واحتج على غرق الجيش الأمريكي في مقاله بالتفسير العددي، وهذا من منهج القرآنيين. فالرجل، أنا ما قلت لك ما يذكر أحاديث، الآن جماعة القرآنيون الذين ينكرون القرآن لما نقول لهم صلوا نقول نحن نصلي لأن رأينا الناس يصلون يعني بالتواتر، تواتر الناس والعمل. هم يحتجون بالقرآن فقط، لكن يصلون بالتوارث، يقولون رأينا الآباء والأجداد فنحن نؤمن بالصلوات الخمس بالتوارث لا بالحديث. لكن قد يذكرون الحديث لموافقة قولهم، وهذا موجود في كثير من العقلانيين المصريين الذين وافقوا المستشرقين في الطعن في السنة، يذكرون الحديث لكن إذا وافقت أهواءهم. وأضرب لك مثلا أختم به الجواب يا أبا سيف لتفهم الموضوع. الجهمية يقولون لا نحتج بحديث الآحاد في العقيدة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ فالآن المعتزلة يقولون خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة، ثم لما يأتون إلى نفي الصفات يريدون أحاديث مكذوبة ليست آحاد فقط، مكذوبة، ويحتجون بها على عقيدتهم. فنحن نقول المعتزلة لا يحتجون بأحاديث الآحاد. سيأتي شخص ويقول لا أنتم تكذبون على المعتزلة لأنهم يريدون أحاديث آحاد. يا أخي نقول لك هم يريدون أحاديث آحاد فقط فيما يوافق أهواءهم، أما عند العقيدة الصحيحة فيحرفونها ويردونها. هكذا يفعل أبو عرفة في الأحاديث التي لا توافق هواه، يردها مثل حديث الأئمة من قريش، يتلاعب في معناه ويحرفه أو ينفيه. هذا مقصودي بأنه لا يحتج بالسنة، ليس معناته أن لا يقول أحاديث. طبعا حديث الآحاد ليس الذي رواه صحابي واحد، يعني رواه عدد لم يبلغوا حد التواتر. طيب هو يسأل ويقول إنه سمع مني في المحاضرة أنني قلت أنه أنكر جميع الأحاديث، وكذلك يقول إنني ذكرت عقيدة السلف الصالح أنها نعم قصة الأمريكان وغرقهم، قال في بداية دعوته وإن العلماء يختلفون، يعني قد يقول قولا ثم يتراجع عنه. والأمر الثالث وهو قضية العقيدة. الجواب عن هذا الكلام، أولا أنا ما قلت إنه ينكر جميع الأحاديث، ولكن قلت إنه يعتمد على القرآن ولا يعتبر بالسنة إلا ما وافق هواه، وأنه يوافق القرآنيين في أشياء ويوافق القديانية، وأنه قرآني صحيح في الحقيقة قرآني، ولكن قد يختلف عنهم وزاد عنهم عليهم بلايا كثيرة. عموما المقصود من كلامي السابق أن الرجل لا يعتبر بالحديث إلا ما وافق هواه، ولا يقدم تفسير الحديث في الآية وإنما يقدم هواه. وهذا الذي ضربت عليه أمثلة كثيرة لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا من باب الجدل والهوى فقط لا غير. الأمر الثاني أن قول الأخ أبي سيف هذا أنه يختلف العلماء، يعني العلماء يتراجعون عن أقوالهم ويقول القول ويتركه، وربما أبو عرفة قاله في أول دعوته، فأقول هذا الكلام غير صحيح، لأن أبو عرفة هذا ليس من العلماء أصلا، ولا أحد من العلماء قال عنه عالم حتى يقال إنه قال قولا في أول دعوته وتراجع ومثله مثل العلماء. هذا رجل جاهل
كذاب مبتدع ضال، قال قولا بهواه وبأسلوب الكهانة، فهذا ليس خطأ علمي. الذي يقول سيقع في المستقبل كذا هذا كافر، لأن الله سبحانه وتعالى نفى علم الغيب عن الناس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أبو عرفة زعم أنه يعرف الغيب يعني عرف شيئا من الغيب عن طريق القرآن، وهو كاذب فيما قال، وبالتفسير الباطني الذي هو يسمى التفسير العددي، فهذا تفسير باطني كفري. فالرجل قال قولا كفريا كهانة، هذا اسمه كهانة، فلم يقل قولا علميا وتراجع عنه، استخدم أسلوب الكهان، مثل الذي يقرأ فنجان، مثل الذي يقرأ الكف أو يخط بالأرض، فهذا لا يقال إنه اجتهد، هذا تكهن ثم خيب الله ظنه. لو كان كلامه مبنيا على القرآن أيصير القرآن كذبا؟ هو زعم أن القرآن يدل على غرق الجيش الأمريكي 2004، فلماذا لم يغرق؟ لأن كلامه أصلا كذب، والقرآن لم يقل ذلك ولم يدل عليه، بل هو افترى على الله. فالرجل مفتري، ولا نقول إنه قال قولا ثم تراجع عنه، افترى على الله وما تاب، ولا نعلم له توبة بعد أن أكذبه الله. فلا يقال مثل بقية العلماء، لأنه ليس عالم أصلا، ولم يصفه أحد بالعلم أنه عالم، ولا زكاه أحد. أنت تقرأ لشخص مجهول لا تعرفه إلا من تشدقه بالكلام، وأنت تقول لا تحسن العربية، فأنت لا تحسن العربية وتأخذ علمك من رجل دجال كذاب متكهن ويفتري على الله وعلى أنبياء الله ورسل الله. يقول إن يوسف ابن يعقوب هو نفسه أخو موسى بن عمران، هو نفسه أخو مريم بنت عمران. هل يقول هذا مسلم؟ ليس عاقل. أقول هل يقول هذا مسلم أن يعقوب عليه السلام هو نفسه عمران والد موسى، هو نفسه عمران والد مريم؟ هل يقول مسلم إن سليمان عليه السلام هو نفسه ذو القرنين؟ يعني إيش الكذب والفجور هذا؟ هذا كفر بالله. الرجل ليس مبتدعا فقط، الرجل كافر بالله العظيم، لأنه افترى على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير الذي سألت عنه هداك الله وأصلحك، لفظة العقيدة. لفظة العقيدة أنا أردت أن أنبه على هذه المسألة، ولكني قلت إن بلايا صلاح أبو عرفة قد ما ذكرت فيه كفاية، فأنت الآن ذكرت لي بلية أخرى من بلاياه، وهو أنه ينكر لفظ عقيدة كما أنكر لفظ صفات الواردة في الكتاب والسنة. فهل عرفت ضلال هذا الرجل لما افترى على الله بإنكار الصفات وذكر أنها شتيمة لله قبحه الله؟ أما كان عندك علم أو دين أو خلق يحجزك عن أن تستمع لهذا الدجال الفاجر لعنه الله؟ العقيدة السلفية دل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو معقد الأمور، معقد العبادة والدين. فقول عقد يعقد هذا في اللغة العربية الفصحى، عقد من العقد والإبرام. وكلمة عقد نعم لم تجي في الكتاب ولا في السنة، هذا لا شك فيه. يعني لا نقول إن كلمة عقيدة موجودة فيها آية أو موجود حديث باللفظ، وإنما هذا معنى وتعبير عربي صحيح، مثل كلمة أنا سلفي. الصحابي ما يقول أنا سلفي، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. لكن كلمة عقيدة استخدمها علماؤنا، علماء السلف الصالح، مثل الإمام اللالكائي ابن جرير الطبري له عقيدة السلف. ماذا؟
استخدمها كلمة عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أيضا ذكرها من؟ اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. كذلك ابن كثير ابن جرير الطبري ذكر لفظ العقيدة في 7 مواطن من كتابه التفسير، تفسير ابن جرير، وهو تفسير سلفي. والسلفنا الصالح من أئمة الحديث أقروا هؤلاء العلماء على كلمة عقيدة، لأنها من باب عقدت قلبي على كذا. لكن لفظ عقد موجودة في القرآن ليس بمعنى العقيدة التي هي نتكلم عنها. قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال إنما ماذا في الآية التي في سورة المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كلمة عقد موجودة في القرآن، لكن ليس على المعنى الذي عبر به السلف الصالح. عموما كلمة عقد وعقيدة نحن لا نتكلم على أن الإيمان هو بكلمة عقيدة، والذي لا يؤمن بكلمة عقيدة فإنه ليس بمؤمن أو ليس بسلفي. هذا العقيدة تعبير يدل على معنى، وهو عقد القلب، وهو إيمان القلب الذي أوجب الله الإيمان به، وما يترتب عليه من قول اللسان وعمل الجوارح. هذا هو المقصود بكلمة عقيدة. وقد أجمع علماء السلف في القرن الخامس على صحة كلمة العقيدة، وإجماع العلماء سنة، وإجماع العلماء حجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فما رآه الناس حسنا، يعني أهل الإجماع، فهو عند الله حسن، فهو عند الله حسن. وهذا دليل صريح على حجية الإجماع. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية أجمعوا على صحة لفظة عقيدة. الإمام الصابوني والإمام اللالكائي وجميع علماء الفرقة الناجية أجمعوا على استخدام كلمة عقيدة. علماؤنا في العصر الحاضر كل علماء السنة قالوا بكلمة عقيدة، ما أنكرها إلا أهل البدع، مثل حسن فرحان المالكي ومثل صلاح أبو عرفة. فصلاح أبو عرفة إنكاره صحة استخدام عقيدة خالف الإجماع. من 1000 سنة، 1000 سنة العلماء استخدموا كلمة عقيدة، ثم يأتي شخص لا يعرف شيئا، لا يعرف دين الله حقا، ويدعي أن سليمان عليه السلام ذو القرنين، وأن سليمان عليه السلام كان عنده أدوات سرعتها سرعة الضوء، وعنده مفاعلات نووية، وعنده عصا زمنية، وكفر، كذب. هذا الكذاب الكافر يأتينا ويقول لا يوجد لفظ عقيدة، نصدق كلامه ونترك أئمة أهل السنة والجماعة 1000 سنة يقولون بهذا القول، والرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: ولا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن أبا عرفة لا يعترف بهذا الإجماع لأنه رجل مجرم، والله أعلم. نعم.